قبل ما نبدأ الحلقة نصلي على النبي الأول، ولو ما شفتش الأجزاء اللي فاتت نروح نشوفها دلوقتي لأنك فايتك كتير. ويلا بينا. المعلم انايشيرو لما شاف كي اشتعل غضبه وأصحابه كمان ماتوا قدامه، واندفع على الحساب الميت باللهب بتاعه وفضل يضربه جامد، لكن الحساب ده ما بيتأثرش. بيقول له ده أفضل ما عندك، خيبت ظني. وعين سوجي بدأت تنزف، وبعدها وقع على الأرض ومش قادر يتحرك، وبيقول هو ازاي عارف اسمه، وبدأ يغصب على جسمه انه يتحرك، لكن ما ينفعش يموت غير لما يرجع حق أخته من الحساب اللي قتلها. وبيقول له انت اللي قتلت اكاري. كي بيقول له قصدك اكاري المستشفى؟ انا عانيت كتير علشان اقتلها واخليها حساب ليا، وانت في الاخر بوظت كل حاجه. ولما سمع الكلام ده سوجي بيقول له هقتلك. كي بيقول له حلو ده، ودي روابط تجمعك بالعالم الخارجي علشان لما اقتلك هتتحول لحساب ليا. واثناء ما سوجي بيحاول يستجمع قوته كي بيقرر يقتله، لكن في عاصفه هواء جت ووقفت النار بتاعته، وده يبقى المعلم ايزاكي. وبيعرف نفسه لكي، بيقول له انا المعلم بتاع سوجي. وقتها الامل رجع لسوجي تاني وراح يطمن على كاسوباتا ويوري، وكي استغرب من سرعه حركته. المميز في الموضوع ان اصدقائه ما ماتوش لانهم اقوياء، هم بس اغمى عليهم. والمعلم ايزاكي بيقول له افضل انده عليهم لحد ما يقوموا، وبالفعل قدروا ان هم يفوقوا من الغيبوبه. وبيعتذر المعلم ايزاكي للولاد لانه كان برفقه البنات وظهر ليهم شبح متوسط المستوى، وبيقول لهم ان البنات ما رضيوش يخلوني امشي. وفجاه كي بيبعت لهب ليهم، لكن في درع حماهم من اللهب، وده حاجز AMB، وده درع صممه قسم الاستخبارات بيعمل بالطاقه الكهرومغناطيسيه، يقدر يصد الكيانات الرقميه لمده 3 دقايق، ولكن لو جسم مادي عدى من جواه بيتدمر في وقتها. ولكن سوجي غبي اصلا وما فهمش حاجه. زكي بيقول له درع صغير بيحمينا من الحسابات الرقميه، حلوه كده، وبيقول له خليكم هنا، وبيقول لاناشيرو احسن، لكنه بيقول له انا ما عملتش حاجه. المعلم زكي بيقول له بس ما انهارتش، فضلت راسك مرفوعه، وده معناه انك ما اتهزمتش، وسيب الباقي عليا. وراح لكي وبدا يطلع حيوان روحي من المروحيه بتاعته، ودي سمكه الشبوت. حد خد باله انه ما طلعش القوه دي من تليفونه؟ ده ليه مدلول هنعرفه بعدين. المهم انه بدا يضرب كي بالسمكه دي وحدفه بعيد على الارض، وبيؤمر السمكه انها تطفي النيران الموجوده. وسوجي واقف مصدوم من اللي شايفه، وكي فرحان وبيقول له بما ان عندك روابط في العالم ده معناها ان لو قتلتك هتتحول لحساب ليا. وبدا يضربه بالنار، لكن ايزاكي بيراوغ حلو قوي. وسوجي مازال مصدوم من قوه معلمه، وبيسال ايه نوع التحكم الرقمي للمعلم. كاسوباتا بيقول له ما تبقاش غبي، ده مش تحكم رقمي، ده بيبعت طاقه روحيه عن طريق محول رقمي، وده عن طريق المروحيه اللي معاه. اي حد في المجال ده واصل لخبره عاليه بيستخدم الطريقه دي، ومشكلته انه بيواجه صعوبه ضد الحسابات الرقميه، علشان كده تاسست الاكاديميه. المعلم ايزاكي بيقول لاننا محتاجين جيل جديد من طارد الارواح. والسمكه بتاعته بدات تتصد للنار بتاعت كي، ولكن المعلم ايزاكي عينه نزفت دم والسمكه بتاعته ماتت. لكن ده مش موضوع يقلب، بالعكس المعلم ايزاكي طلع 3 غيرها وبداوا يلفوا حوالين كي. وكاسوباتا بيقول ده ايزاكي العبقري في طرد الارواح، ده غير انه هو في سن ال 18 قضى على غوين كاباكي لوحده. ده يوما من فئة الكوارث، حاجة قوية فشخ كده، وده اللي خلاه يكسب لقب الأسطورة الحية. ولكن مفيش حاجة حلوة بتكمل للنهاية. تقاعد إيزاكي من العمل الميداني، وغير انه رفض منصب حلو في البلد، وكرس حياته لتدريب الجيل الجديد. واثناء قتاله مع الحساب الميت كان بيقول لنفسه انه مش عايز يخسر، ولكن فجأة كي بيختفي. غران صديقه هو اللي لحقه، لانه بيقول له ان بطاريتك قربت تفضى وهتموت، وبيقول له بما ان حساب رقمي ما ينفعش يفضل في العالم الخارجي كتير يعني. لكن غرام بيقول له المشكله دي هتتحل لما نعمل ارض الحسابات الميته. وبنلاقي كيكو بتبلغ الاخبار والوضع في المكان، والمعلم ايزاكي بيقول لهم انه هرب بسبب ان بطاريته كانت قربت تخلص، وده غير انه ما كانش بيقاتل بكل قوته بسبب كده. اناشيرو بيقول كده ومش بكامل قوته، امال لو بطاريته مشحونه كان بلعنا ولا ايه؟ وكاسوباتا بيقول له يعني احنا كده ضيعنا افضل فرصه لهزيمته اصلا. ولكن بيقول لهم مش مهم اي حاجه، المهم ان انتم على قيد الحياة. بعد بعض الكلمات من المعلم ايزاكي سوجي بيقول انا عندي هدف جديد، وهو اني عايز اكون قوي زيك. بعد كده بنشوف احصاءات لمتابعة كي، وانه بيعمل تبادل متابعات علشان يعلي الفولور. ولكن الاغلبية العظمى ان الحسابات الميتة و1% بس حسابات اشباح. وبنلاقي ان اللي بيتكلموا في الموضوع ده هو معلمين الاكاديمية. واثناء ما هما بيهزروا مع بعض في شؤون الحساب الميت، المديرة بتسأل ليه الحساب
بسبب الفتى الحزين ظهر في مهمة طلاب إيزاكي. ولكن إيزاكي بكل برود بيقول لها ممكن أشيل رجل من المياه، بتقول له اللي يحق لهم يتكلموا بس اللي رجليهم في المياه، ودي تقريبا طقوس عندهم. ولكن إيزاكي بيقول لها انت لما بتتعصبي تجاعيدك بتظهر، والكل كمان عايز يخرج رجله، وبيسألوا ليه الحساب ده ظهر. إيزاكي بيقول بسبب سوجي أكيد، لأنه عارف إن هم بيمتلكوا نفس القدرة، بجانب إنه عايز يقتل سوجي ويضموا ليه في الحسابات الميتة التابعة ليه. واحد من اللي قاعدين وهو المعلم نانزو بيقول لو ده هدفه يبقى لازم نقتل احنا سوجي او نحرقه او توكس تطهير كامل. نانزو ده شخص حقودي جدا. إيزاكي بيقول له روق ده طالب في الصف بتاعي، بجانب ان الشخص الرئيس شبكة الاستخبارات ازاي ما تعرفش ان في شبح في المستوى المتوسط هناك. بيقول له مالك بتقولها كأني انا اللي وقعت بيهم في المشكلة دي، والخوف كان مالي قلبه، وبيعتذر عن اللي حصل وبيقول لهم انا ما اعرفش ان المعلومات كانت خطأ. ولكن المعلم إيزاكي بيقول لهم انا عرفت معلومة كمان، هي ان لهب سوجي ما بيأثرش على البشر، وفكرة انه كان هيتقتل تشيل من عليه كمان حتة انه جاسوس، ولو حد فكر انه يقتله دلوقتي هتبقى جريمة. المديرة بتقول له ان إيزاكي عنده حق، اننا لازم نحميه لانه واحد مننا، لكن برضه نانزو عنده حق، احنا مش عارفين كي بيفكر في ايه، ولو الامور ساءت واصبحت بلا رجعة ممكن تقول هتعمل ايه يا إيزاكي. وبنروح لسوجي اللي بيكون موهوم بالمعلم إيزاكي ومن قوته، ونفسه انه يكون زيه في يوم من الايام. وبقى الطلاب بيكونوا مبسوطين ان هم هزموا شبح من المستوى المتوسط في اول مهمة ليهم، هو جزء بيحقد عليهم. وبنشوف كاسوباتا وسوجي وهم داخلين العيادة علشان ياخدوا الدواء. كاسوباتا بيقول مش المفروض نخبط الاول، ولما بيدخل بيشوف اورو وبيقول لها انت خفيتي بالسرعة دي ازاي، ودي تبقى الممرضة مينا. واخدت صورة لسوجي وبدأت تعدلها على الفوتوشوب، ودي تبقى قوتها اللي عدلتها على الصور اتطبق في الحقيقة، يعني هي بتمسك التليفون واللي تعدل على الصورة يطلع في الحقيقة. وبتقول لهم انها كمان بتساعد المديرة من الشيخوخة، لكنها لغت ميعادها النهاردة، لكنها هي ملهاش غير في التجميل، يعني لو اي عمليات داخلية دي خارج اختصاصها. وبيقول لها طب وقورو كان دراعها مكسور، بتقول له استدعيت دكتور تخدير وفتحت دراعها وعالجناها وعملت لها عملية تجميل بعدها. وسوجي بيقول لها على كده انت في مرة شفتي جسمك كله علشان تعالجيه؟ قالت له الاسباب طبية، يعني بدأت تتهرب من الموضوع. ولكن مسحت الصور بعديها على طول. وفي مجموعة دخلوا عليهم، واول ما واحد فيهم حط ايده على كتفه بيقول له انا عرفت ان لهبك ملوش تأثير على البشر، لكن بيلاقي وش سوجي شاحب جدا. ولكن مش سوجي بس، ده كمان كاسوباتا وأورو كانوا ماشيين. الممرضة بتقول لهم انتم رايحين فين؟ والكل بيكون عنده اسبابه الخاصة للتدريب علشان يبقوا اقوى ويقدروا يهزموا الحساب ده. الممرضة بتقول لهم حماس الشباب حلو قوي، لكن ممكن تبصوا في هواتفكم وبيكتشفوا ان بطارياتهم فاضية. وبنرجع لإيزاكي لما اتسأل عن الامور لو خرجت عن السيطرة قال لهم انا هقتل سوجي بنفسي، لكن مش هضطر اعمل كده لان الاكاديمية والفصل محتاجين سوجي اناشيره. وبعد كده بنلاقي سوجي بيقول انه محتاج يمرن جسمه لانه شاف ان دي حاجة تخليه يستخدم قوته بشكل افضل. وطلب من كاسوباتا انه يفايته لاجل اكتساب القوة، ولكن كاسوباتا ماسك تليفونه وعمال يشتم في ناس. ولكن هنا هو كان بيقوم بالروتين اليومي بتاعه على الهاتف، ودي معركة ضد زحم الحشود في المتاجر الالكترونية. وافتكر لما كاسوباتا قال ان اللي بتعمله في هاتفك اللوحي بيتعكس على قدرتك. وهنا كاسوباتا بيعلم الناس الادب. وبعد ما كاسوباتا خلص وبيشرب الشاي بتاعه، سوجي بيقول له هو انت كنت ضمن عصابة قبل كده؟ وده بسبب الوشم اللي شافه في الينبوع. بيقول له هو احنا بنحكم بالمظاهر؟ وصاحبهم اللي قاعد قال له عندك حق يا نشيرو، هو فعلا كان مع عصابة قبل ما ينضم للأكاديمية. وبيوريه صورة كمان على الموبايل أيام ما كان سرسجي، وبيقول له إننا كمان أصدقاء من زمان قوي. وكاسوباتا بيقول له لعلمك هو كمان كان معايا في نفس الفرقة. وسوجي بدأ إنه عايز يتعرف على كل أفراد الفرقة، وبيقولوا إنك لو عايز تتدرب على القتال بالأيدي فأفضل شخص هو هيوري. وفعلا بدأ يدور عليها لحد ما لقاها قاعدة على رف، وبيروح يلاقي هيوري كتير قوي، وبيقول إنها ناسخة نفسها ليه. لكن هيوري الأصلية ضربته وبتقول له ما تبقاش غبي، أنا هيوري، دول اللعبة الأفضل والأكثر مبيعا في الأكاديمية، أنا بستحوذ على واحدة فيهم بس، وتحكمها الرقمي بيسمح لها إنها تتحكم في الدمية من بعيد. وبتتحمس جدا لما بيطلب منها إنهم يتقاتلوا بالأيدي، وبيبدأوا يروحوا لساحة القتال. وإمه كان بيشد درع تقيل جدا وهيوري بتشكره، وإمه هو الحكم وبدأ ياخد وضع الاستعداد اللي هم الكتير يعني. وبدأت للجولة الأولى وسوجي بيستهزأ بيها، لكن اتفاجئ من سرعة حركتها. هاجيما أو هيوري هي بطلة في الرياضة
الالكترونيات، يعني قسم لا يستخف به اطلاقا. ولما بدأ يطلق التحكم الرقمي بتاعه، هيوري برضه يعني ما استنتش يعني، ونقلت تحكمها في الدرع اللي امه جابه. وبنعرف انها علشان تنقل تحكمها في دمية تانية بيبقى عن طريق عينها. سوجي بيقول لها انها سهلة الضرب لانها مكشوفة وبيتجه ناحيتها، ولكنها قوية جدا وسريعة كمان. وبدأت تعلمه اثناء القتال انه ازاي يتحكم في نفسه وتحركاته. ولما سوجي بدأ يفهم الموضوع بدأ يهدى ويركز، وبدأ انه يتفادى الهجمات، لا وكمان يصدها. هيوري بتقول ما تتغرش بنفسك علشان صديت هجمة، استنى هوريك حاجة مفاجأة، وولعت فيه باللهب اللي بيخرج من ايدها. هيوري ربحت وانتهى التدريب، وسوجي بدأ يقول انت معلمتي. وراحوا بقى لمكتب الطبيب علشان يعالج الجراح، وبتقول لهم بسبب ان بعالجكم دايما بهمن المديرة علشان علاج الشيخوخة. وبعد كده بنلاقي سوجي ماشي وبيقول انه نفسه يقابل الشخص المتحكم في الدمية، وبنلاقي ان اوروسو والبنت دي ماشيين وسوجي خبط فيهم ووقعت على الارض. ولما سمع صاحبتها بتقول لها هيوري جمع انها يعني هيوري هاجيميا، ولما ناداها بمعلمة اتحرجت جدا وطلعت تجري. هيوري منطوية وعندها رهاب اجتماعي، لكن لما بتلعب بتبقى شخص تاني خالص. وهيوري من جنب الحيطة بتقول له اننا لازم نتقاتل تاني، وبيلاقي رسالة على موبايله من ايزاكي وهو بيقول اننا هنعمل اجتماع لمناقشة موضوع طرد الارواح. وبعد كده بنلاقي ايزاكي ماشي في الطرقة، والمعلم ده بيبقى واقف قدامه وبيقول له انت رايح فين؟ ايزاكي بيقول له رايح اعرف فريق الخطة الكبيرة. المعلم البارد ده بيقول له بما ان فريق موجود فمستحيل يقع الاختيار على فريقك. بيقول له كمان انت اكيد مش هتشارك فتى اللهب. ايزاكي بيقول له ده مش قراري انا، ده قرار المديرة لانها اعترفت بسوجي. ايزاكي بيقول له يلا سلام يا معلم. هانشيرو بيقول للمعلم ايزاكي ايه هي خطة طرد الارواح الفتى الحزين دي، وكاسوباتا بيقول ان الموضوع اتكرر رسمي. المساعدة بتقول ان الحادثة الاخيرة بتأكد قد ايه الفتى كي بقى خطر، بل اكثر خطورة. ايزاكي بيقول ان في مهمتين قبل كده علشان طرد الفتى كي، ولكن الاتنين فشلوا فشل ذريع. السبب ان كي عمل حاجة غير متوقعة وقتل كل الطلاب اللي تقدموا للمهمة دي، ولكن المرة دي لازم نقضي عليه وهنختار كل شخص هيشارك في المهمة دي بعناية. وبيسأل كاسوباتا هل حددتم مكانه؟ المعلمة دي بتقول ان قسم الاستخبارات بيراقب حركته الأخيرة في مبنى بيك كاميرا. أول لما نشوف هننفذ المهمة على طول، وغالبا هتبقى قبل نهاية السنة. ولما ناشيرو اتحمس وبدأ يستعد للقتال، ايزاكي بيقول له ان انتم مش ضمن الخطة. هم بيقول انا مش مسموح لطلاب الصف الاول المشاركة في طرد الروح من مستوى متوسط. وسوجي بيقول انه محتاج يكون اقوى فلازم يروح معاهم. كاسوباتا بيقول له لازم تثبت جدارتك الاول علشان تتأهل للحرب. ايزاكي بيقول له ده عن طريق محاربة الفصل ايه، لان في كل سنة دراسية في ايه وبي وبيتحدد تقييمك وقتها علشان نعرف مكانتك فين في طرد الارواح. بدأ فعلا في التدريبات، ولما ظهر وحش وهجم عليهم امه فعل جدار حماية، ولكن للاسف رغم ان امه الحاجز بتاعه قوي جدا وبيفيدهم، الا انه شخص حساس واتضايق من اناشيرو لما اتبهر بالحاجز بتاعه، وبيقول له انت شكلك بتتريق عليا وشايف ان انا مش مفيد صح؟ وبدا يعيط لوحده. وعلشان هو فقد التركيز عن سماع الموسيقى فالحاجز بتاعه وقع، ولما الشبح جه يضربهم بداوا ان هم يهربوا بسرعه. وفي واحد من اللي واقفين بدا ان هو يقسم كل واحد ويوقفه في مكان مختلف، والشخص ده اسمه هاسو، وده بيعمل المخرجات الرقميه بتاعته عباره عن مرايات بيقدر ان هو يحدد فيها نقط القوه بتاعتهم علشان يعرفوا ياخدوا وضعيات كويسه وان هم يقاتلوا بيها. الفريق خلصوا التدريب على خير وروحوا، ولكن سوجي اناشيرو بعد ما استنزف كل قوته في التدريبات دي كان بيقع، ولكن في شخص جه ولحقه قبل ما يقع على الارض بعد ما كان بيشوف التوكه او اللي هي الدبوس بتاع اخته اللي اتبقى منها. ولما بدا يفوق اناشيرو بيقول له على فكره احنا الاتنين زي بعض. فسوجي بيقول له هو انت كمان كي قتل لك حد؟ ولكن بيقول له لا، هو دي كانت بتاعت اختك. ولما سوجي بدا انه ياخدها الولد ولع فيها حته عيل مجنون بجد، وهيوري جت ضربته وبتقول له خلي بالك ان الشخص ده مهووس بالتنمر. وبسبب الموضوع ده ادى لتلاحم بين الفصلين، المفروض ان اصلا هم هيقيموا حرب ضد بعض علشان يقيموا مستواهم، لكن تقريبا الموضوع حصل بسرعه جدا وبدا ان هم يضربوا بعض، وكان اناشيرو متأيد على الارض. ومن هنا يا صديقي بتخلص الحلقه. استنى بقى الحلقات الجايه علشان تشوف ايه اللي هيحصل والعظمه الجايه طرش الطرش. استنى الحلقات واسمع مني. اشوفكم في الحلقات الجايه، يلا سلام.